السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا في فيديو جديد. النهاردة هنعمل الحمام الكداب. سموه حمام كداب ليه؟ لانه مش حمام، دي وراك فراخ وانا خليتها. انا خليتها في البيت. ممكن نخلي بتاع الفراخ يخليها لك، تقولي له اديني وراك واخليها لي، او تشتري منه حمام كداب، هو بيبيع الاتنين يعني. فانا جبتها من الفرارجي وخليتها، وعملت كده بصلايه حلوه كده في الكبه، وهتبلها بملح وفلفل وبهارات شوي وحبه مرق الدجاج. تمام. هتدعكي بقى البصله كويس قوي في الخلطه الحلوه دي. ولو عايزه تبشري البصله ابشريها، بس انا الكبه بتاعتي بتنعم البصله قوي، فمش محتاجه ان انا ابشرها. هتدعكيها كده لغايه لما تحسي ان الميه بتاعه البصله خرجت منها. الاكله دي جميله قوي وحلوه، وولادك هيحبوها. وبالنسبه للاطفال كده احلى من الحمام نفسه، لان كلها لحمه وانت شلت العظم منه كله. بصوا انا خليت العظم كله، ما فيهوش عظم خالص، حتى الماسوره اللي جوه دي بتاعت الدبوس شلتها طبعا اهو، ما فيهوش اي حاجه. بصوا انا بقلب لكم واوريكم ان انا، بصوا انا ما وريتها لكوش وانا بخليها، بس لو حابين قولوا في الكومنتات وانا اخليها لكم واعرفكم بتتخلي ازاي من العظم. ولو عايزه الفرارجي يخليها لك هتبقى اسهل يعني، وهو بيخليها لك. ولو عايزه حتى العظم بتاعك بيديهولك تعملي عليه شوربه ولا حاجه. انا فعلا سلقته وعملت عليه شوربه. كده تمام. تبلت كل بقى الاوراق كده، وحطيت البصله الحلوه دي، تتبيله جميله وبتخلي طعم اللحم كده متبل ومتبهر حلو، والبصله بتدي وتشيل الزفاره طبعا زي ما انتم عارفين. انا غسله الوراك كويس ونقعها في ملح وخل وكده، وبعد كده صفيتها، وبعدين جبتها بقى ان انا تبلتها التتبيله الحلوه دي، وتسيبيها بقى ساعه ساعتين. وبعد كده عبال ما تعملي الرز بتاعك اللي انت هتحشي بيه الحمام، وبعدين تجيبيها وممكن تسيبي التتبيله دي من بالليل لغايه الصبح، هيبقى برضو احسن. كل ما التتبيله تسيبيها في اللحمه واللحوم هيبقى افضل يعني. بس براحتك يعني، عايزه انا تتبليهم كده، وعبال ما تعملي الرز بتاع الخلطه اللي هو بتاع الحشو، وبعد كده تحشيها. تمام. انا سبتها فتره كويسه اتبلت، وبعد كده عبال ما عملت الرز وكده، وبعدين بدأت فيها. بصوا تشيلي الجلد كده وتحشي البصلايه دي جميله. حتى الفرخه لما باجي اسلقها بعمل لها المرته دي، بعمل التتبيله دي جميله. عايزه بقى تحطي شطه، تعملي قرن فلفل، بس انا عشان عندي اطفال ولاد بنتي ما حبيتش اعمل شطه في الاكل. تمام. انا تبلتهم وهم كلهم، بس كده هسيبهم بقى يتبلوا. واجيبهم، جبتهم بقى بعد ما اتبلوا والتتبيله خدت ودت كده. هنعمل بقى البصله اللي احنا هنحشي بيها الحمام الكداب. هنقطع البصله. انا عندي الكبه اليدويه دي جميله، تسهل عليا الامور بدل ما اطلع ام كهرباء وفيشه والكلام ده. لما تكون بصلايه خفيفه انا مش بطلع الكبه الكبيره. الكبه دي بصراحه انا مسميها اللهلوبه، جميله. بعمل عليها الدقه بتاعت البتنجان، الفلفل، التومه. لو التومه بس واحده بس ولا حاجه بعملها في هرسه التوم، انما لما تكون كميه توم بفرمها هنا. بس كده. هنحط حبه ملح ونعمل البصله دي، هعمل بيها الرز بتاع اللي انا هحشي بيه الحمام الكداب. لسه هنعمل رز تاني يا جماعه، هنعمل رز بسمتي بقى جنب الاكله الحلوه دي. واللي عايز يعمل حبه ملوخيه، يعمل مكرونه، براحتك. شوفي انت حابه ايه جنب الوراك، جنب الحمام الكداب، واعمليه. انا جبت الحله اللي هعمل فيها الرز. هنحط بقى البصله. بصوا البصله مفرومه حلو ازاي. الكبه دي بتفرم البصله حلو جدا، والكبيره برضو بتفرم اكتر. بس كده. انا هحط بقى حته سمنه
بلدي كده حلوة. انا جايبة فضلة خيركم كده قبل رمضان. سمنة بلدي وكنت مسيحاها ومحضراها. انا بحب السمنة البلدي، ان شاء الله احط معلقة ومعلقة زيت، بس مش بحب السمنة التانية. بس كده حبة ملح وفلفل ومعلقة سمنة بلدي حلوة. بس كده، بسم الله، كفاية كده. هنشوح بقى البصلة، وبعد كده هنشوح فيها الرز ونحط له ميه يستوي، وكده بقى ايه هيبقى تمام. اهو انا حطيت البصله اتشوحت يا دوبك كده دبلت، وبعد كده شوحت فيها الرز. هديله ميه بس مش ميه كتيره، انا مش عايزه اسوي الرز، انا عايزه اسويه 3/4، يعني يبقى خلاص قرب يستوي، ربع تسويه كده او نص تسويه. هو هيستوي كمان لسه هيستوي في الحمام، لسه هنحط الحمام الكداب. بصوا الميه اهي، انا بوريكم ان انا حطيت الميه مش مغطيه الرز. بس كده الرز بقى كده هنملحه وهنحط، اول ما يبتدي يغلي اوطي عليه وخلاص. 10 دقايق الرز ده بيستوي. انا مش عايزه اسوي الرز تسويه كامله، فانا يا دوبك الميه هتتشرب وخلاص، وهكمل السوا بتاعه في الحمام. الخلطه دي يا جماعه نعرف نحشي بيها فراخ، نحشي بيها حمام، نحشي بيها اي حاجه انت عايزه تتحشي. هي ده الرز بتاع الحشوه. عايزه تعملي بفريك تمام، بس انا حابه الرز. انا بقى بوريكم ان انا هعمل رز بسمتي جنب الاكله الحلوه دي. برضو جبت بصلايه، جبت حلتي وجبت بصلايه فرمتها صغيره مش كبيره. هتبل البصله، هخليها يا دوبك مصفره كده، واحط التوابل بتاعتي. احط معلقه سمنه بس حلوه كده. بص انا بحط معلقه سمنه، ولو عايزه تاني بحط حبه زيت كده تمام. عايزه السمنه تكفيني لاخر الشهر، مش عايزه اشتري سمنه تاني. تمام، انا كده عملت البصلايه اهي. هحط بقى التوابل بتاعتي. توابل الرز البسمتي بتبقى توابل صحيحه، ورق لورا، لومي، عود قرفه، حبهان صحيح، كل حاجه بتبقى صحيحه، ما عدا بقى ايه كاري والكركم والالوان اللي انا بحطها. ده كاري وكركم، دي خلطه الرز البسمتي يعني. احطها اهي، اشوحها بس كده اطير ريحتها على الريحه وعلى جمال الريحه اللي قلبت الشقه. بس كده هحط الرز بقى واديله تشويحه، وبعدين احط الميه بتاعته وخلاص كده. اول ما يتشرب هوطي عليه وكده شكرا، الرز بتاعنا خلص. انا عبال ما عملت الرز ده، الرز التاني كان هيقرب يستوي. زي ما انتوا عارفين كده، كل سنه وانتم طيبين. فانا بعمل يا دوبك الاكل على الاذان علشان الاكل يبقى سخن، اطلع الحاجه من الفرن على السفره على طول. بس كده هنشوحه تشويحه كده حلوه. لو عايزه تديله سنه بودره زعفران اديله، عايزه يبقى لونه اصفر فاتح كده براحتك. انا بصراحه اديته سنه بودره زعفران عشان يديني اللون الاورنج. انا زودت ورقتين لوري كده، وهوريكم. دي التوابل بقى ايه، دي خلطه الرز البسمتي وحبه كده مرق الدجاج، وهقلب كويس. انا لونه كده ممكن نكتفي بيه، بس انا حابه ان انا اديله اللون يبقى اورنج شويه كده، يبقى اصفر زي بنجيبه كده من حضرموت كده. انا الرز بتاعي البسمتي ده لا يعلى عليه ولا طعمه جميل. بس كده احنا قلبنا كويس، شوحناه تشويحه جميله كده، مفلفلين الرز كده عشان يبقى مفلفل وحلو. بصوا بقى انا حطيت كام فص حبهان كده. الحبهان مع التوابل دي بيدوا طعم وريحه تحفه. هو اساسا الرز البسمتي، رز الكبسه والحاجات دي التوابل بتبقى صحيحه تمام. انا بقى حطيت الميه، حطيت واديله الملح بتاعه واقلبه، وخلاص هغطي الحله واسيبه. اول ما يتشرب هوطي عليه بس كده، هقلبه على العين الصغيره واحط الشياطه وبسيبه ياخد راحته في السوا ويبقى زي الفل.
الرز البسمتي زي ما انتوا عارفين بياخد الميه اكتر من الرز البلدي. يعني ما بتحطش كوبايه ميه على الرز العادي، حطي كوبايتين على الرز البسمتي. هنجيب الصينيه بقى بتاعتنا دي اللي احنا هنسوي فيها الحمام الكداب، ونقطع بصلايه كده حلوه او بصلتين براحتك حسب ما انت عايزه. البصل ده والحاجات دي بتتاكل. هنعمل بقى بصلايه وطماطمايه، ولو عندي جزرايه حطي. انا حطيت بطاطسايه كبيره كده، ولادي بيحبوا ياكلوها مع الرز. بس كده عملنا طماطم وبصل. هجيب البطاطسايه بقى، فاضل البطاطسايه اهي، سريع سريع كده، هتلاقي الاكل بيتعمل بسرعه معاكي ويخلص. بس كده خلصنا. هنعمل ايه تاني؟ هنجيب بقى الحمام الكداب. دي الرز بعد ما استوى، بصوا لونه جميل واستوى نص تسويه او 3/4 زي ما قلنا. وبعد كده هنحشي بقى الحمام. هنجيب بقى الحمامه الكدابه بعد ما اتبلت بالبصله والبهارات بتاعتنا كده، هنحشي بيها الرز ونقفلها بالخله وخلاص. هنرصها في الصينيه وهنشوف مع بعض دلوقتي. بس كده. حاولي ما تحطيش رز كتير، يعني يا دوبك معلقتين رز بس. حطي معلقه جوه كده ومعلقه من بره كده وخلاص، عشان الحمام ما يفرقعش منك، او اللحم ما يفرقعش ويكب الرز بتاعك في الصينيه. بس كده. بس انا حطيت يا دوبك معلقه رز. عايزه بقى تدقدقيها، ممكن تفردي الورك كده وتدقدقيه بالشاكوش بتاع البفتيك، تدقدقي كده توسعي اللحمه، يعني تبططي اللحمه. بس انا ما بحبش اعمل كده، انا بقول بس انا بعمل الحاجه ده تملي بعمل لكم الحاجه اللي في متناول الجميع. يعني اي ست بيت ما عندهاش امكانيات بتعمل باقل امكانيات. خله بقى السنان، وهنجيب نقفل الورك ده بالخله زي ما انتم شايفين كده اهو. هنقفلها بالخله مش بابره وخيط، او بابره وخيط والله عادي، الخيط بتاع الاكل ده وتفكيه. بس الخله اسهل، ان انت بتشدي الخله كده وتقعدي تاكليها على طول. بصوا انا قفلته بالخله اهو، بصوا كانها حمامه. هنحشي بقى كله كده زي ما انتوا شايفين، ونرص الصينيه كلها. وبعد ما نخلص هنجيب الورك التاني. عايز تنفضي البصل نفضيه، مش عايزه ما تنفضهوش. انا بشيله عشان انا كنت حاطه كتير قوي. بس هو كده كده اتبل واتبهر، واللحمه شربت البصل وبقت ما حائت كده وبقت جميله. بس كده. هنقفل ده كمان وهنقفل كله وهنرصه في الصينيه، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. اهو بتلمي الجلد كده وتقفليه بخله السنين اهو. انا بوريكم وكده. هنجيب بقى ايه؟ هنجيب بقى معلقتين صلصه كده حلوين، ونحط عليهم شويه زيت وملح وفلفل، بهاريهم يعني علشان يبقوا طعم الحاجه متحيقه وحلوه. بس حطيت حبه فلفل، هحط حبه ملح صغيره عشان انا الفراخ حقيقه بالتتبيله اللي انا كنت عاملاها دي، كنت محيقه الفراخ تمام. هنحط بقى شويه زيت كده. بس كده. هنقلب بقى وندهن وش الحمام، وبعد كده هنزود حبه ميه ونحط في الصينيه وشكرا. بس هندهن وش الحمام كله. الاكله دي جميله وجربوها، واللي هيجربها هتعجبه ومش هيعملها مره واحده، هيبقى يعملها على طول. بدل ما يجيب فراخ هيجيب حمام وراك ويخليها حمام كداب ويعملها. هم سموه يا جماعه حمام كداب عشان هو مش حمام، هو شكل الحمام بس مش حمام ولا طعم الحمام طبعا، بس حلو. يعني العيل ياخد منك او بنتك او ابنك ياكل ورك من غير عظم خالص، ويبقى سهل في الاكل يعني، وطعمه جميل ومحشي حشوة الحمام والطعم زي الفل.
ومشويه في الفرن، ما تسلقيش، ولا في ناس بتسلقها بس بتلفيها بستريتش وبعدين ورق فويل عشان طبعا ما يفكش، بس لا، حطيها كده في الفرن احلى بكتير من المسلوق، وتطلعي تحمري لا، ده كده طريقه جميله وبتستوي. هي بصوا انا زودت بقى على حبه الصلصه اللي فاضوا حبه ميه، وهرميهم في الصينيه اهو، شايفين؟ بس كده انا بوريكم ان الميه مش كتير اهي، يا دوبك تسوي بس البخار بقى بتاعها يطلع على الحمام وعلى البطاطس والحاجات ويستوي. بس كده هنقفل بقى بورق زبده الاول علشان ورق الفويل ما يلزقش في الاكل، وكمان بيقولوا مضر، فاحنا هنقفل في ورق زبده، بس ورق الزبده الجميل الجديد ده ملون انا حبيت اوريه لكم اهو. هنقفل بقى بيها. انا كنت محتاره اقفل على الجنب ده ولا على الوش التاني، بس هو طلع بقى انه ما بيلزقش وحلو جدا جدا، احلى من اي ورق زبده انا جربته، ما بيلزقش خالص في الاكل ولا في الصواني. بس كده هنقفل بقى بورق فويل. هنقفل الصينيه كويس وبس. هنكون مولعين الفرن على 180 درجه ونحط الصينيه، وبعد نص ساعة بتشيلي ورق الزبدة وورق الفويل، تسيبيه بس يا دوبك ربع ساعة تاني وشه يحمر والحاجة كده تاخد وش، وخلاص على كده وتاكلي احلى حمام كداب او خرج من الفرن. بس كده طعمه وريحته وشكله حلو متحمر وجميل وطعم حلو، بتاكلي الحمامه بص ما فكش خالص. الخله بقى بتقلبي وبتشدي الخله كده برضو بتبقى متماسكه وما بتفكش. هتقدميه بقى في رز البسمتي. انا دلوقتي علقت الرز البسمتي هيخرج من على النار اهو استوى، وهجيب التقديم دلوقتي واوريكم واحنا بنقدمه هنقدمه ازاي. احلى حمام كداب هتاكليه مشوي وجميل طعمه حلو، عايزه تحطي حته فحمه في النص وتغطي يديكي طعم الشوي براحتك، انما هو كده طعمه جميل مش محتاج اي كلام. ولادي حبوها جدا وطبعا هنكررها تاني بس كده انا بوريكم فانوس رمضان. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا بتعملوا وصفاتي وتعجبكم، واللي يعجبه وصفاتي يدوس لايك ويكتب كومنت حلو، ويا رب يصلح ما بين ايديكم. وبحبكم في الله. اللي وصل لغايه هنا بصوا الرز، هنشيل بقى الحاجات اللي على الوش دي ونقلب بقى الرز كده. اي حاجه تقابلك شيليها، واللي مش هتشيليها هتشيليها وانت بتاكلي. انا في حاجات نسيتها، بس انا دلوقتي بتفرج عليكم عايزه اشد بس نسيت اشيلها. كان الاذان خلاص اذن وبنغرب بسرعه وعايزه اخلص. بس كده اكلتنا خلصت. هنقدم بقى طبعا بلح باللبن، عصير، احنا بنعمل عصير بالفراوله انا عملته معاكم اكنه زبادو، ما تكتريش اللبن وتحطي فراوله كتير وتضربيه. عايزه تحطي سكر، عايزه مش عايزه ما تحطيش، او انقعي بلح باللبن او البلح بميه. انا بحب البلح بميه برضو عادي بس خلاص. واحلى اكل واحلى فطار، وصوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله، ويعود عليكم بخير باذن الله. بصوا احلى حمام هتاكلوه وتدعوا لي، اللي يعمله يجربه ويقول لي عجبه ولا لا. بصوا بقى البطاطس والحاجات التانية دي مش قادره اقول لكم الطعم بقى، اولادي كانوا بيخطفوه اهو. يلا اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.